من اكتر المشاكل اللي بتواجه الناس اثناء خسارة الوزن هو ان الناس بشكل كبير جدا بتتأثر بموضوع الميزان. فما تخليش مثلا ان الميزان يأثر عليك، اللي هو انت جيت في اسبوع ميزانك منزلش فده معناه ان انت ما بتتطورش. في حاجات كتير بنقيس بيها التطور، مش بس الميزان دي حاجة من ضمن الحاجات. وعشان تعرف ان انت بتتطور محتاج تشوف كل الحاجات اللي هقولك عليها دي. شكلك بيتغير ولا لا؟ المفروض ان انت تكون مصور نفسك قبل وبعد. الحاجة التانية المقاسات، المفروض ان ناخد مقاساتنا، نعرف المقاسات بتنزل ولا ما بتنزلش، وده هنعرفه لو احنا ما خدناش مقاساتنا بالملابس اللي عندنا اللي كنا بنلبسها، والملابس ضيقة بدأت ان هي تبقى واسعة او بدأت ان هي تبقى مظبوطة علينا، فده معناه ان احنا بنتطور. فليه قافل دماغك عند حتة الميزان؟ لا، الميزان ده مجرد ارقام عشان نعمل نظام غذائي من الاخر، عشان اجيب لك الخلاصة، لكن مش الميزان هو المقياس الاساسي ان انت بتتطور او ما بتتطورش. وبس كده، دي حاجات توضح لك ان الميزان مش هو المقياس الاساسي ان انت بتتطور او ما بتتطورش. ليه بكلمك في حاجة زي كده؟ لان في ناس كتير بتتأثر بشكل كبير جدا لما بيجي يوزن وبيلاقي مثلا وزنه ثابت. هنا انت هتدخل في حتة مش حلوة لو انت اتأثرت بحاجة زي كده، اللي هي انت هتتوتر، ولو التوتر زاد انت كده بتساعد جسمك ان هو يخزن دهون. ما تخليش الميزان يأثر عليك. انا بشوف ناس كتير الميزان عامل لها هوس. بلاش الهوس ده.